فكر كده معايا في السؤال ده. هو انت ليه كل ما تفكر تعمل حاجة حلوة في حياتك تقول لنفسك مفيش وقت؟ مفيش وقت ازاي اصلا؟ ما الناس كلها ماشية زي الفل، ناس شغالة وبتتقدم وبتتعلم زي الحلاوة. والكلام ده مش لشاب لسه مخلص كلية وابتدي حياته، الكلام ده لأي حد في أي عمر. المشكلة يا صاحبي مش في الوقت، المشكلة في تنظيم الوقت. وعلى فكرة الكلمتين دول مش جداد، الكلمتين دول نجحوا مع ملايين البشر غيرنا. أنا وأنت عارفين إن الدخلة بتاعت مفيش وقت دي مش حقيقية، أصلا مش هتمشي في الزمن اللي احنا عايشين فيه. هي بس شماعة كبيرة قوي واحنا قاعدين نعلق عليها كل مشاكلنا أو الحاجات اللي احنا مش عاوزين نعملها أو مش عارفين، هي دي الحقيقة. والدليل على كده إن أنت بتقلب في الموبايل والساعة والاتنين. طيب فين كلامك على الوقت؟ يعني أنت لو عاوز تحفظ القرآن هتعرف تشيل نص ساعة من التقليب الموبايل اللي ملوش أي 30 لازمة في حياتك وهتحفظ. بلاش دي. ال3 ساعات بتوع القهوة ينفع نشيل منهم ساعة واحدة بس ونروح الجيم؟ نشوف الناس اللي هناك دي بتحكي في ايه، مخك هيقولك انا مسحول طول اليوم، والقهوة هي اللي بتخليني افك. لو مشيت ورا كلامي ان انت تروح ساعة واحدة بس في الجيم هتتبسط اكتر وصحتك هتتحسن اكتر، وبعد كام شهر مش هتروح القهوة تاني. انت عارف ليه؟ علشان بقيت بتطول في الجيم. بعد كده على طول انت محتاج ان انت تحدد افضل وقت للجيم او افضل وقت لحفظ النص صفحة اللي اتفقنا عليها. يعني انت لو صحيت قبل الكلية بساعة وقعدت تحفظ ودماغك رايقة هتنجز، ولو قلت هروح الجيم قبل ما اخرج مع اصحابي وفرهد اكيد برضه هتستفيد. بعد كده انت محتاج اهم حاجة ان انت تفضل مواظب على الكلام ده شوية. في الاول الموضوع هيكون صعب، بعد كده مخك هيحبها وهيتعلق بيها جدا، لان انت بتنجز فيها وبتتطور، هوب بقت عادة عندك ومش هتسيبها تاني ابدا. لو دولابك مليان على الاخر وانت ماسك في ايدك طقم جديد عاوز تعلقه، هتعمل ايه؟ هترتب الدولاب وتعلقه، لان اكيد مش هترميه على الارض. زيها كده بالظبط، انت تعرف تعمل اي حاجة في الدنيا، بس انت محتاج تراجع الوقت اللي انت بتضيعه في يومك وتفكر تستغله صح. ساعتها هتبقى ايه بقى؟ هتبقى ربحانة معاك. لو الكلمتين دول عجبوك شيرهم، يمكن حد تاني يستفيد.